السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هعمل معاكم كده حاجة جميلة سريعة كده الكل بيحبها، اللي هو ايه بقى؟ السردين المخلل بسمكة الموزة. سردين مخلل بسمكة الموزة. طبعا انا غسلته كويس، بوريكم ان انا غسلته بالنخشوش كويس، وحطيته طبعا في مصفى كده قديمة عشان يتصفى كده. إيه، اهم حاجه تغسليه بالراحه كده ومنخشيش كويس. وتحطيه بقى يصطفى، ما يبقاش فيه ميه خالص. بعدين يا حبايبي اهم حاجه برضو للاسف، انا قلت للحاجه بتاعه السمك يعني تعمله، بس طبعا حطيت لي كده سمك ما ينفعش يتعمل مخلل، او يعني هيبقى مش كويس في التخليل. المهم اللي هو السمك الايه المفتوح. طبعا احنا عايزين السمك كله مقفل، ما يبقاش البطن باينه خالص. فلقيت كام واحده كده مفتوحين. قلت بقى هعملهم وخلاص وربنا يستر. بس الحمد لله كان جميل جدا. اهم حاجه السمكه تبقى مقفوله يا جماعه، علشان برضو البطن ما تعملش كده، يعني ما تعملش ريحه. وطبعا هو بطنه كانت كويسه، الحمد لله كانت بطنه كويسه ونظيفه. فانا غسلت كويس بقى وحطيت عليه اللهم صل على النبي. حطيته في المصفى يتصفى خالص. وبعدين ايه بوريكم بقى هو الملح والكركم والشطه. طبعا لقيت كميه الملح بسيطه، فالمفروض كده انا حطيت 5 معلقه كبيره من الملح. وطبعا الشطه والكركم دي حاجه اختياريه. فانا ما زودتش اصلا شطه، ما زودتش كركم، علشان انا اصلا مش عايزاه اصفر، انا عايزاه ياخد ريحه بس الكركم كده. خلاص قلبت بقى الملح والكركم على بعض. طبعا السمك ده بيتعمل بطرق كتيره جدا. انا كنت عاملاها معاكم في صينيه قبل كده مع طماطم وفلفل اسود، فلفل اخضر والوان والكلام ده، وليمون وكده. وفي طبعا بيتشوي، في بيتقلي ومش عارفه ايه، يعني اشكال كتيره منه. فانا قلت انا اخلي معاكم كده. احنا طبعا في السقعه، والحاجات الحادقه دي بتبقى حلوه جدا في السقعه. طبعا جبت مناديل المطبخ اهيت، وقلت بقى ايه انشفها معاكم بمناديل المطبخ كده، علشان مش عايزه خالص يكون فيها ميه ابدا. اهم حاجة السردين يتصفى جدا ويتنشف جدا، مش عايزة فيه اي مية. طبعا غسلته كويس زي ما قلت لكم، وحطيته في المصفى بقى، اي مصفى قديمة كده، علشان برضو ايه ريحة الزفرة ما تلزقش في حاجة وكده. وطبعا انا غسلاه كويس بليمون ومية كده وملح، علشان برضو ايه ما يتهرش مني، لان ده حاجة بصوا بتعمليه بالراحة خالص كده، علشان ايه ما يتهرش منك. تمام. حطيت بقى صفة منديل، وبعدين طبقة منديل، وبعدين صفة سردين، وبعدين طبقة كمان، وحطيت برضو سردين تاني، علشان عايزاه يتصفى من المية خالص، ينشف من المية خالص. فبعدين يا جماعة اهوت يا جماعة زي ما انتم شايفين. سهل جدا، اكلة سريعة. لو ومش مكلفة. انا جايبة الكيلو ب60 جنيه. انا اصلا لو رحت جبت السردين ده من بره هيبقى ب100 وشوية كيلو. وطبعا الله اعلم انت مش مضمون عمايله، فانت هتعمليه ببيتك على نظافة كده، ويبقى طعمه حلو، ومش هيحتاج اي حاجة. مش هيحتاج اي حاجة غير الملح وعلبة كده محكمة والبس وخلاص، يعني مش محتاج حاجة، اكياس وعلبة محكمة وخلاص كده، يعني مش محتاج اي حاجة، يعني مش مكلف خالص. المهم معايا العلبة دي اصلا متخصصة للحاجات دي، لتحديق السردين وكده. فطبعا بخلص بيها واغسلها واعينها. طبعا مسحتها كده عشان ما ينفعش تبقى مبلوله خالص. كنت غسلها قبلها يعني بفتره. مسحتها كويس، وحطيت كيس بقى ابيض كده نضيف، وحطيت في اول الكيس كده الخلطه بتاعت الملح والشطه وكده. بعدين يا حبايبي بصف بقى ايه السمكه اعكس يعني مره
ظهرها هناك ومره دماغها الناحيه التانية، يعني زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي في الفيديو. بعدين يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو بالرص رصه. بحط بقى اول رصه بحط برضو فوقها ملح، لو عايزاه مملح غيبيه. انا طبعا بعملته يعني مثلا يوم الاربع والخميس، كان يوم الجمعه بعد العصر كده، يعني ما شاء الله سريع جدا. وطبعا في الحر بياخد يومين، احنا مثلا في الساعه بياخد 3 ايام كويس جدا. اما انت بقى لو بتحبيه حادق، فانت بتزودي ايامه وبتزودي الملح بتاعه. احنا بقى منحبوش حادق، بنحبه حادق قوي يعني. بعدين يا حبايبي زي ما انتم شايفين بصفه كده. واهم حاجه الاكياس تكون محكمه وما فيهاش هوا، علشان طبعا السردين ما يبص معاكي او يجي فيه دود، او مثلا لا قدر الله يجي فيه يعني هبوش وكده من الريحه. نفس السوا كده يا جماعه، وهصفه. يعني الظهر مقابله للبطن، البطن مقابله للظهر، يعني متحطيش بطن جنب بطن السمكه طبعا. السمكية ناشفة معاكي خالص خالص خالص. يحبب بقى لو العلبة بتاعتك تبقى اكبر شوية، علشان طبعا السردين يبقى واخد راحته كده. فبس انا كمان السردين طلع كبير المرة دي، كنت بجيبه اصغر سنة، فكان ما شاء الله بيترص كويس جدا. خلاص انا قفلت اهوت يا جماعة. الكيس كان طويل قوي، فانا ما كانش عندي فضل اكياس تانية. فانا قلت خلاص انا هلفه لفات كتيرة كده كده. وبعدين المفروض بقى بعد ما نقفل كده نقلب الكيسة كم مرة يعني كل يوم. يعني انت هتعملي 3 ايام، هتقلبي كل يوم الكيسة علشان السردين كله ياخد التمليحة وياخد الطعم ويتخلل كله. وزي ما انتم شايفين اهو يا جماعه، للاسف يعني ما شاء الله هو كان حلو، بس ما عجبنيش بقى عليه حاجه كده من البطن، اللي انا قلت لكم اللي هو كانت مفتوحه. بس ما شاء الله طعمه جميل جدا، والشطه باينه فيه كده، وتاكليه ما تشبعيش منه. كان حلو قوي واحمر اهو زي ما انتم شايفين، ولحمه دايب كده وطعمه حلو قوي ما شاء الله. طبعا انت هتنضفيه بقى كده وتحط في اطباق وكده. واهو شايفين البطن اصلا نظيفه ازاي، بس اللون الاصفر مني ما زودتش، فبنخلي فيه لون كده على ايدي. بس ما شاء الله من جوه كانك بتاكل السيخ. طبعا زوجي العزيز مش بيحب السردين ده، فانا طبعا لازم اعمل له رنجه زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه. فتحت اهوت وحطيت عليه ليمون وكده، ما شاء الله طعمه تحفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.